80% من الستات الحوامل بيخرجوا من عند الدكتور قلقانين جدا ومتوترين. طيب تفتكروا دي بتبقى مسؤوليه الدكتور ولا مسؤوليه الست الحامل؟ تقيله قوي على قلب اي دكتور انه يسيبك محتاره ومتضايقه، لكن للاسف اوقات ده بيبقى قرارك انت. تعالي كده لما افهمك ازاي. انا لو محتاجه اشوف كيس الجنين او النبض، اول اوبشن قدامي بيبقى سونار البطن، بس وارد جدا انه ما يبقاش بالكفاءه اللي يبين الجنين والنبض، وبالذات لو احنا في اول اسابيع في الحمل. تفتكري بقى هنسيب الدنيا كده تضرب تقلب جوه واحنا مش عارفين ايه اللي بيحصل، ولا نبص لبعض ونغني ظلمات؟ طيب ما انا عندي اوبشن تاني، السونار المهبلي. لكن احنا وقت لما بنقترح ده على الحاله بتقوم كده تتنفض من مكانها، روحوني والله ما انا قاعده لكم فيها. طب اقول لك بقى الغريبه في ايه، ان انت وقت لما بتقلقي من حاجه بتيجي تشتكي لدكتور النساء، لكن وقت لما تقلقي من دكتور النساء في اي معلومه قالها لك هتروحي تشتكي لمين؟ اعتقد شات جي بي تي هيبقى نفس راينا. عارفه في الوقت اللي انت يا دوب تكوني لسه عارفه ان انت حامل، يعني احنا بنتكلم في الاسبوع الخامس او السادس، السونار المهبلي ممكن يبين لك كيس الحمل، وبالنسبه للنبض فده بيظهر في الاسبوع السادس او السابع. يلا بقى كده نرجع فلاش باك لسونار البطن. الحمل بيظهر في الاسبوع السابع والنبض بيظهر في الثامن، الاسبوع الثامن مش الشهر الثامن. تعرفي ان قرارك ده ممكن كمان يأذيكي، لان لو في حمل خارج الرحم مش بنقدر نكتشفه غير من خلال السونار المهبلي، وكمان فحص الرحم والمبيض. من الاخر كده احنا مهم نعمله اول 3 شهور. ما تسمعيش كلام الشاوره الكتير والناس اللي بتقعد على المصات وبتوع اسال مجرب وما تسالش طبيب. خدي بقى كده من طبيب، ولو طلب منك السونار المهبلي اعمليه، لان ده هيفيدك وعمره ابدا ما هيضر. لو وصلتك المعلومه اللي تخليكي تخرجي من العياده مطمنه ان الحمد لله الحمل في مكان وكمان ظهر النبض، اعملي لي فولو. دكتوره اماني كمال، اخصائي نساء والتوليد.